السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار، والبدء بأهم العناوين. إشادة بمشاركة وكفاءة الطلاب في عصب. قائد الشرطة الإريترية يعقد سيمينارا لطلاب كلية ماي نفحي للعلوم. تنظيم انتخابات إدارة الضواحي في أفعبت وهيكوتا. مقتل 21 شخصا في النيجر بهجوم على حافلة وشاحنة قرب بوركينا فاسو. سول تعلن أن كوريا الشمالية فشلت في عملية إطلاق مقذوف غير محدد. زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب الساحل الشرقي لليابان ويخلف 4 قتلى. من العناوين إلى التفاصيل. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة شفاء مريض كورونا واحد من الإقليم الأوسط اليوم، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9722، شفي منهم 9618 وتوفي 103 مريض، فيما لا يزال مريضا واحدا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفى. وزارة الصحة 17 من مارس لعام 2022. أوضح مسؤول التعليم في مديرية عصب الأستاذ كحساي موغوس تحقيق تقدم ملحوظ في كفاءة التعليم واهتمام الطلاب، وقال أن عدد الطلاب تضاعف كثيرا في السنوات ال30 الماضية، وأحدث تغييرا إيجابيا في الكفاءة، وأن مشاركة الطالبات في التعليم تنخفض بعد المرحلة الابتدائية ويجب بذل الجهد لإصلاحه. وذكر وجود عدد كافي من المعلمين وإرسال المكتبات والمعامل ساهم في تحسين نتائج الطلاب، وأشار إلى أن نجاح العملية التعليمية يعتمد على الدعم المجتمعي ودور لجان الآباء. وتوجد في مديرية عصب 3 رياض أطفال و5 مدارس ابتدائية ومدرستين متوسطتين ومدرسة ثانوية واحدة ونقطة تعليمية للكبار. عقد قائد الشرطة الإريترية العقيد محارس الجاي في 16 من مارس سيمينارا لطلاب كلية ماي نفحي للعلوم تركز حول مكافحة الجرائم والمخالفات، شارك فيه أكثر من 2000 طالب ومعلم. وذكر العقيد محاري أن رؤية الشرطة الإريترية هي تأمين وطن يتحلى بالسلم واحترام سيادة القانون، مناشدا طلاب الكليات للعب دور رائد لمكافحة الجرائم والمخالفات والتحلي بالأخلاق الحميدة والابتعاد عن جميع المدمنات، باعتبار أن مستقبل البلاد يرتكز عليهم. واستعرض العقيد محاري بعض المخالفات وسوء الخلق النادرة في الكليات، مؤكدا بأنه لا يمكن إفلات المجرمين عن أعين المواطنين والشرطة، موصيا الطلاب التركيز على دراستهم بتقوية رؤاهم. كما قدم توضيحا مفصلا عن الجرائم والمخالفات وكذلك المخالفات المرورية في عامي 2020-2021 والخسائر المادية والبشرية. بدورها قالت مسؤولة الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا فرع ساوا والتعليم العالي السيدة منصورة إسماعيل أن السيمينار المرتكز على مكافحة الجرائم والمخالفات يساعد الشباب التحلي بالقيم الوطنية، إضافة إلى دوره البارز في ترشيد الشباب وتصحيح الأخطاء والسلوك، مؤكدة أن الاتحاد سيدفع به باستمرار. من جهته أوضح عميد كلية ماي نفحي للعلوم البروفيسور جبراي أسكودوم أهمية السيمينارات التي تساهم في رفع المعرفة القانونية والانضباط، مناشدا استمراريته. يذكر بأن العقيد محارس الجاي قائد الشرطة الإريترية عقد في 2 من مارس سيمينارا مماثلا لطلاب كلية ماي نفحي للهندسة والتقانة. نظمت في مديرية أفعبت بإقليم شمال البحر الأحمر ومديرية هيكوتا في إقليم القاش باركا انتخابات إدارات الضواحي ولجان القرى. وأجرت الانتخابات في مديرية أفعبت من الأول وحتى 4 من مارس في 14 ضاحية انتخب فيها 28 إداريا للضواحي
و213 للجان القرى. وفي هيكوتا انتخب 24 إداريا ل 12 ضاحية و135 للجان القرى و146 للتحصيل الضريبي. وأوضح مدير مديرية فعبة السيد أحمد محمد نور رجب ومدير مديرية هيكوتا السيد شيخ الدين صالح المشاركة الكبيرة للمرأة في الانتخابات ونجاح العملية الانتخابية للاستعدادات والتعبئة المسبقة. وأكد المنتخبون على العمل المتفاني لخدمة الناخب منادين لتأهيلهم الفاعل أكثر في العمل وتعاون الشعب معهم. عقد في مديرية حقات اجتماع يوم 12 من مارس لبحث تطور الأنشطة الرياضية وتنشئة الرياضيين. وقدم في الاجتماع تقرير عن الأنشطة الرياضية من عام 2018 وحتى 2021 بحضور مسؤولي الاتحادات الرياضية في إقليم عنسبة ومكاتب الوزارات وممثلي الاتحادات الوطنية والمعلمين والطلاب. وقال المدير التنفيذي لإدارة مديرية حقات السيد تخلى هيمانوت موسائيل في الاجتماع أن الأنشطة الرياضية المنفذة قوت المنافسة والتشجيع على المستوى الفردي والجماعي. وبحث الاجتماع التقرير المقدم وأوصى لمواصلة الدعم المالي لتقوية النشاط الرياضي والعمل الجاد في مسألة الميزانية والإدارة المالية والعمل بالنزول إلى مستوى الضواحي والقرى لاستكشاف القدرات الرياضية وتنميتها. وانتخب الاجتماع لجان تسيير الرياضة من 32 عضوا لاتحادات كرة القدم وألعاب القوى وسباق الدراجات والكرة الطائرة وكرة السلة والألعاب التراثية، وكذلك مجلس رياضي من 8 أعضاء. ودعا المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في إقليم عنسبة السيد سراج الحاج في ختام الاجتماع أعضاء الاتحادات المنتخبة للعمل الجاد لتقوية الرياضة. وقدمت الشهادات التقديرية لأعضاء الاتحادات الرياضية المنتهية فترة عملها. فتحت شركة حارات للمواصلات العامة خطا جديدا لخدمة 11 قرية في ضواحي حارات وجعلولوم وهدالومو وعدلاجي في مديرية عدقيح. وقال مسؤول الشركة في المديرية السيد قرماي عند مريم أن الشركة بدأت تسيير السفريات من وإلى عدلاجاي عدقيح لقيام السكان بصيانة الطريق الترابي، داعيا بالمتابعة المستمرة للطريق لضمان انسيابية حركة المواصلات. وأكد مدراء الضواحي على العمل المستمر في الطريق لضمان استمرارية خدمات المواصلات. وأشاد مدير مديرية عدقيح السيد هبتاي تسفازقي بمبادرة السكان. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. قتل 21 شخصا على الأقل بينهم شرطيان وأصيب آخرون في هجوم يعتقد أن جهاديون شنوه على حافلة وشاحنة في منطقة تلا بيرا في جنوب غرب النيجر قرب بوركينا فاسو، كما ذكرت مصادر أمنية ومحلية. وأوضح مصدر أمني أن هجوما إرهابيا نفذه عناصر مدججون بالسلاح على الدراجات النارية وفي مركبات، وأسفر عن مقتل 19 شخصا بين ركاب حافلة بينهم شرطيان واثنان آخرون في الهجوم على شاحنة. وأشار إلى أن راكبي الشاحنة التي كانت تنقل فواكه وخضروات مات حرقا، فيما أسفر الهجوم على الحافلة عن إصابة 5 أشخاص بجروح خطيرة من بينهم شرطي، وقد تم إجلاؤهم إلى العاصمة نيامي لتلقي العلاج. ووقع هذا الهجوم المزدوج في مقاطعة تيرا قرب منطقة تفتيش بيت الكول الحدودية الواقعة على مسافة 10 كيلومترات من الحدود مع بوركينا فاسو، وهي دولة مجاورة يستهدفها أيضا الجهاديون بحسب مسؤولين محلي. في عملية إطلاق يبدو أنها فشلت بشكل فوري، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدود.
وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في سول في بيان: أطلقت كوريا الشمالية مقذوفا مجهولا من منطقة سونانان، لكن التقديرات أن عملية الإطلاق فشلت مباشرة بعد حدوثها. وذكرت وسائل إعلام يابانية نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع لم تكشف هويته أن كوريا الشمالية أطلقت ما يفترض أنه صاروخا بلاستيا. ويأتي الإطلاق بعد أن حذرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أن كوريا الشمالية ربما تستعد لاختبار إطلاق صاروخ بلاستي عابر للقارات بالمدى الكامل لأول مرة منذ العام 2017. وفي وقت لاحق قالت القيادة العسكرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ والمحيط الهندي في بيان أن الجيش الأمريكي أدان إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بلاستي، ودعا بيونغ يانغ إلى التوقف عن التصرفات التي تزعزع الاستقرار. أدى زلزال بقوة 7.4 درجات ضرب شرق اليابان إلى مقتل 4 أشخاص وجرح أكثر من 100، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من موجات تسونامي في أجزاء من الساحل قرب موقعة كارثة فوكوشيما النووية. وتسبب الزلزال أيضا بانحراف قطار سريع عن مساره وإحداث شقوق في العديد من الطرق السريعة وسقوط البضائع عن الرفوف في غالبية المتاجر الكبرى. وأظهرت التقارير الأولية أن الأضرار كانت طفيفة في بلد يعتمد قوانين بناء صارمة تهدف إلى الحماية من الزلازل، بينما أفاد مسؤولون أنه لم يتم رصد أي خلل في المحطات النووية. وقال المتحدث باسم الحكومة أنه تم الإبلاغ عن 4 وفيات على الرغم من أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ما إذا كانت هنالك مرتبطة بشكل مباشر بالزلازل. فقد 15 شخصا على الأقل في حادث انهيار أرضي في جبال الأنديز جرف عشرات المنازل المشيدة على سفوح الجبال في قرية ريتاماس في شمال البيرو. وقد ترتفع حصيلة القتلى في الساعات المقبلة. وأظهرت مقاطع فيديو صورها سكان بلدة ريتاماس كمية هائلة من التربة تتساقط من أعلى التل وتجتاح العديد من المنازل. وطمر الانهيار الأرضي عشرات المنازل وحاصر 15 شخصا على الأقل. وقال حاكم منطقة ليبرتاد مانويل يابين في تصريحات لمحطة إذاعية محلية إن طمرات التربة ما بين 60 و80 منزلا لقد دفنت تماما. وأضاف: هنالك الكثير من السكان المحاصرين داخل منازلهم. عناوين النشرة مرة أخرى: إشادة بمشاركة وكفاءة الطلاب في عصب. قائد الشرطة الإريترية يعقد سيمينارا لطلاب كلية ماينفحي للعلوم. تنظيم انتخابات إدارات الضواحي في أفعبت وهيكوتا. مقتل 21 شخصا في النيجر بهجوم على حافلة وشاحنة قرب بوركينا فاسو. سول تعلن أن كوريا الشمالية فشلت في عملية إطلاق مقذوف غير محدد. زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب الساحل الشرقي لليابان ويخلف 4 قتلى. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.